السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في قناة مستر أنور. اليوم عندنا خبر تقيل بزاف وكيهمو أي مغربي كيعشق الكرة وباغي يشوف بلادو كتربح بالعرق وبالحق. الحكم جون جاك نضالا اللي كان كيسير نهائي المغرب والسنغال ولا داخل فورطة كبيرة، حيث كاينه لجنه تقصي الحقائق في الكاف كتحقق في التسيير ديال داك الماتش، وبزاف ديال التقارير كتهضر على قرارات خاطئه وسلطه تقديريه ما تطبقاتش كيف ما كينص القانون. وهذا الشيء علاش ولا كاين كلام على عقوبات قاسحه ممكن توصل حتى للايقاف لمده طويله. وخليوني نكون واضح معكم، حنا ما كنطلبوش شي امتياز، ما كنطلبوش شي احسان، احنا كنطلبوا غير النزاهه في الكره، كنطلبوا القانون يتطبق على الجميع، وكنطلبوا الكاف تحمي سمعتها اللي تزادت تجرح قدام العالم بسبب داك الفوضى اللي وقعت في النهايه ديال الماتش. اول حاجه خصنا نفهموها هي ان النهار اللي كيتحول فيه النهائي من منافسه رياضيه لجو ديال توتر واحتكاك وانسحاب وعوده وبلبله، راه الحكم هو رجل التوازن اللي خاصو يفرض الهيبه ديالو ويحمي اللعبه. ولكن اللي شافوا المغاربه كاملين هو ان السيطره ضاعت في مراحل مهمه، مشاكل في المناطق التقنيه، ملاسنات، ضغط كبير، تدخلات امنيه، انسحاب اللاعبين لمده طويله احتجاجا على ضربه جزاء ورجوعهم. ووسط هذا السيناريو كامل خرجت اسئله كتجر وراها اسئله. واش الاجراءات التاديبيه تطبقات في حينها؟ واش اللقطات اللي كتبين الفوضى كان خاصها توقف اللاعب حتى يتصفى الجو؟ واش الحكم كان خاصو يشهر انذارات اكثر؟ واش التعامل مع الانسحاب كان مضبوط بالقانون؟ هادو ماشي تخمينات، هادو اسئله قانونيه كتدخل في صميم التحكيم، وحيتاش المسابقه قاريه وكيتبعها العالم، فاي خطا في التقدير ولا في التطبيق كيدير شرخ كبير في الثقه. وزيد على هاد الشيء خرج موضوع المنشفه اللي دار ضجه كبيره بزاف، واللي بسببه ولات كاينه موجه تشويه على المغرب، وكأن المغرب هو اللي صايب القوانين ولا هو اللي كيتحكم في الماتش. وحنا كنقولوها بصوت واضح، اللي بغى يهاجم المغرب يهاجم بالمعطيات ماشي بالهضره الفارغه وبالافتراءات. فهاد القضيه ديال المنشفه حتى رئيس لجنه الحكام فالكاف اوليفي سيفاري علق في تصريح اعلامي وقال بالحرف ديال المعنى المنشفه ماشي جزء من معدات اللاعب وخصها تبعد، حيث ممكن تاثر على مجريات الماتش وقد تفهم كسلوك غير رياضي او محاوله للتاثير. هذا الكلام راه ماشي جاي من مشجع مغربي، راه جاي من مسؤول تحكيمي فالكاف، يعني من داخل المؤسسه نفسها. وهذا الشيء كيبين ان قضيه المنشفه ماشي شي تفاهه كيف بغاو الاعداء يصوروها، بل هي سلوك كيقدر يخلق توتر ويقدر يدخل في باب التاثيرات النفسيه والاستفزازات داخل الملعب. ومن حق اي طرف يطلب تطبيق القانون وازاله اي حاجه ماشي قانونيه من مساحه اللاعب. دابا شوفوا المفارقه اللي كتوجع، كاينين الناس بغاو يديروا من المنشفه اسطوره ضد المغرب، ونساو ان المسؤول التحكيمي قال بوضوح خاصها تتحيد وماشي من حقها تبقى تتلعب بها في ذاك الظرف الحساس. اذا فين هو التحكم اللي كيهضروا عليه الاعداء؟ واش التحكم هو انك تطالب بتطبيق القانون وازاله شيء خارج عن المعدات القانونيه، ولا التحكم هو انك تخلق الفوضى وتوقف الماتش وتخرج وتدخل وترجع وكل شيء بغى يفرض الراي ديالو بالضغط؟ هنا كنرجعوا للنقطه اللي خاص كل مغربي يفيق ليها. الحرب اليوم ماشي غير على نتيجه ماتش، الحرب اليوم على الصوره ديال المغرب، على التنظيم ديال المغرب، على السمعه ديال المغرب، وعلى المشروع الرياضي اللي بناه المغرب سنين طويله. وداك الشيء علاش اي محاوله باش يقال المغرب كيتحكم راه كتجي في السياق ديال تبرير الفشل ديال الاخرين وتبرير العجز ديالهم انهم يوصلوا لنفس المستوى ديال التخطيط والعمل والبنيه التحتيه والنتائج. المغرب ما وصلش بالتمني، وصل بالخدمه، بالبنيه، بالمراكز، بالتكوين، بالاحتراف وبالدعم المؤسساتي. وهذا الشيء كيحرق بزاف ديال الناس اللي ما عندهم غير كلام. ومن بعد الفوضى اللي طرات في الماتش، الكاف خرجت ببلاغ رسمي كدين انسحاب اللاعبين وكتقول انها غادي تراجع الملف تاديبيا. وهذه الادانه راه كتاكد ان اللي وقع ماشي سلوك عادي ولا حيله ذكيه، بل سلوك كيمس الروح الرياضه وكيضرب مصداقيه المسابقه. ومن جهه اخرى كاين تقارير اعلاميه دوليه قالت ان الجامعه المغربيه كتفكر في مسار قانوني مع الكاف والفيفا بسبب الفوضى اللي اثرت على نهايه اللقاء. وهذا الشيء كيبين ان المغرب ماشي ساكت، ولكن في نفس الوقت كيتعامل بعقل وبالقانون ماشي بالصراخ.
وهذه النقطة مهمة. المغرب قوي حيث كيتعامل بالمؤسسات، حيث كيطلب حقه بالمساطر، وحيث كيخلي الدليل واللجنة والتحقيق يخدموا، ماشي كيخلي العاطفة تشعل بلا ضابط. ولكن مع هذه العقلنة كلها خاصنا نقولوها، ما يمكنش أي لجنة تكمل خدمتها إلا واجهت السؤال الكبير: علاش الحكم ما قدرش يفرض الانضباط في ذاك الوقت؟ علاش ما تحسمش الوضع في المناطق التقنية؟ علاش تسديد ضربة جزاء في آخر لحظة جا فجو ديال فوضى وتوتر ودخول عناصر أمنية ورجال شرطة للحماية؟ واش تم التأكد مزيان أن كل شيء رجع طبيعي قبل التنفيذ؟ واش كان خص الحكم ياخد وقت أكتر باش يهدن اللعب؟ هنا كيبان أن المشكلة ماشي في لقطة واحدة، المشكلة في سلسلة ديال اللحظات حساسة. إلا خرجت فيها قرارات متضاربة ولا تقدير خاطئ، راه أي لجنة تحقيق غادي توقف عندها. وخليني نوضح نقطة حساسة باش ما يبقاش شي واحد يستغل الكلام ديالي. حنا ما كنقولوش الحكم تعمد بلا دليل، حيت هذه تهمة خطيرة. حنا كنقولوا كاين تقصير محتمل في التسيير، وكاين أسئلة مشروعة كتحتاج جواب رسمي عبر التحقيق. وهذا الشيء هو اللي كيخلي أي واحد كيبغي النزاهة يدعم المسار ديال تقصي الحقائق. وهذا الشيء كيتزاد عليه سؤال ديال التقديريه ديال الحكم. القانون كيعطي الحكم سلطه تقديريه في بعض الحالات، ولكن ماشي باش تستعمل بلا ضوابط وبلا مبررات، خصوصا في المباريات الكبرى. السلطه التقديريه كتحتاج اتساق، كتحتاج صرامه، كتحتاج شخصيه، وكتحتاج توازن. وإلا غابت الشخصيه ولات الفوضى هي اللي كتسير، راه الحكم كيولي تابع للاحداث ماشي قائد للاحداث، وهنا كيطيح مستوى التحكيم وكيطيح معاه مستوى الثقه في المسابقه. دابا كاين واحد حاجه اللي خاص الاعداء يسمعوها مزيان: المغرب ماشي هو اللي كيتحكم في الكاف، المغرب هو اللي كيرفع السقف ديال الاحتراف في القاره، كيرفع السقف ديال التنظيم، كيرفع السقف ديال العمل، وكيخلي اللي ما خدمش يحس بالحرج قدام شعوبه، فيبدا يفتش على شماعه يعلق عليها الفشل. مره يقول الكولسه، مره يقول التحكم، مره يقول شراء الحكام، ومره يدير من منشفى قصة خرافية. ولكن الواقع كيبقى واقع. المسؤول التحكيمي في الكاف قال المنشفى ماشي قانونية وسط اللاعب، والكاف نفسها دانت الانسحاب واعتبرته سلوك مرفوض. وإلا كان كاين تحقيق في التسيير ديال الحكم في هذا النهائي، فهذا راه كيأكد أن الملف ماشي مغربي ولا سينيغالي، الملف ديال سمعة كرة القدم الإفريقية كاملة. حيث اليوم إلا سكتت الكاف على الفوضى وعلى اتهامات بلا دليل وعلى التشويه، غدا أي منتخب يقدر يضغط بالانسحاب وبالبلبولة باش يبدل مجرى المباراة. وهذا هو الخطر الحقيقي، أنك تخلق سابقة كتعلم الناس أن الفوضى كتربح أكثر من الكرة. وحنا كمغاربة ما بغيناش هذا الشيء، حنا بغينا القارة تربح، بغينا المنتخبات تنافس بشرف، وبغينا أي فريق يفرح باللقب وهو متيقن أن الطريق كان نظيف. ولكن في نفس الوقت بغينا حتى المغاربة يطمنوا أن حقهم ما كيتضيعش بالارتباك وبالقرارات اللي ما مفهوماش وبالضغط اللي كيدار في الميدان. وخليني نقول كلمة على الهجوم اللي كيبغيه الأعداء يجرونا ليه. راه أكبر رد على الأعداء هو أنك تبقى واقف في الميدان ديال القانون، وتبقى كتخدم في الميدان ديال التطوير، وتبقى كتربح في الملعب ديال المشاريع. الهجوم الحقيقي ماشي السب ولا تهجم، الهجوم الحقيقي هو الحقيقة. شكون اللي عطى القارة بنية تحتية كتشرف؟ شكون اللي نظم وفتح الملاعب ووفر الأمن ودار تجربة كبرى؟ شكون اللي طلع بالأندية وبالمنتخبات الفئات كلها؟ شكون اللي خلق نموذج كيخلي العالم يشوف إفريقيا بعيون جديدة؟ هذا هو المغرب، وهذا الشيء كيحرق الأعداء. واليوم في هذا الملف ديال الحكم الندالة والمنشافة والفوضى والانسحاب، اللي كيبان هو أن المغرب كان ضحية فوضى في آخر لحظات، ومع ذلك المغرب كيرد بالقانون وبالصبر وبالعمل وكيخلي المؤسسات تحكم. وهنا الرسالة ديالي واضحة: أي قرار غادي يخرج من الكاف خاصو يكون صارم وعادل، لأن التساهل غادي يقتل ما تبقى من الثقة، والصرامة غادي ترجع الهيبة، وكتبعت رسالة لكل شيء أن الكرة ماشي مجال ديال الضغط والفوضى، بل مجال ديال الانضباط والعدالة. وفي الأخير إلى المغاربة سولوا واش ممكن الحكم يتعاقب؟ الجواب ممكن إذا ثبتت أخطاء جسيمة في التسيير أو في التطبيق، لأن هذا الشيء ماشي أول مرة كيتعاقبوا حكام في العالم بسبب تسيير سيء لمباراة كبيرة. ولكن القرار ماشي عندنا، القرار عند التحقيق وعند الأدلة وعند التقارير الرسمية. اللي نقدر نقوله بثقة هو أن المغرب دار اللي عليه في الملعب والتنظيم، ودافع على حقه بالمساطر، وبقى محافظ على كرامته وعلى صورة بلاده، وهذا هو الربح الحقيقي. دابا خليو الأعداء يهدروا، حيث الهضرة كتسالي، ولكن التاريخ كيبقى، والوعي ديال المغاربة هو السد المنيع ضد أي تشويه. إلى عجبكم هذا التحليل خليو لي رأيكم في التعليقات. واش كتشوفوا أن الكاف خاصها تكون صارمة بزاف في هذا الملف؟ وشنو هي أهم لقطة بالنسبة
لكم كتثبت ان الماتش خرج على السيطره. ما تنساوش تساندونا بلايك وبارتاج باش يوصل الصوت ديال المغاربه لكل العالم، والى لقاء قريب ان شاء الله.